ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا، وهي رولات اللحمه المحشيه بالفلفل الالوان. شايفين الجمال ده؟ يلا بقى بسم الله ونسمي بسم الله ونخش على وصفتنا على طول. جميله وتحفه، وتنفع في المناسبات وتنفع في العزومات، تحفه بجد يعني. خلاص، ابتديت اجيب شرايح اللحمه بتاعتنا، قطعت اللحمه بتاعتي شرايح رهيفه، وبعدين لو تخينه شويه او سميكه شويه ببتدي ان انا ادقها بالمدق بتاع اللحوم، عشان ايه؟ بتبتدي ان هي تفرد معايا وتترقق شويه. فابتدي اتبلها بقى بملح وفلفل زي ما انتوا شايفين كده. بس ملح وفلفل بس، لا اكتر ولا اقل. مفيش حاجه. عايزه ممكن تتبليها بميه بصل وميه طماطم قبلها بساعه، برضو بتبقى حلوه، بتدي نتيجه احلى وكمان واحلى كمان. اللي يعجبك اعمليه، ممكن كده وممكن كده. خلاص، تبلناها بالملح والفلفل. هنبتدي بقى نلف الرولات بتاعتنا. جميله ولذيذه وسريعه في نفس الوقت، بس شكلها تحس ان هي ايه، اكله فخمه كده، وان انت تعبتي فيها ومقدمه لضيوفك حاجه جميله ومحترمه يعني كده. ابتديت بقى كده ان انا الف الرولات بتاعتي، حشيتها. ممكن تحشيها مشروم، ممكن تحشيها صدور فراخ مفرومه، برضو جميله جدا، بتبقى حلوه قوي، ظريفه وبتبقى جميله. انا هعملها لكم برضو المره الجايه ان شاء الله. ابتدت بتبقى معايا كده اهوت زي ما انت شايفه. ببتدي الفها رول، وما بتاخدش وقت في السوا خالص بتاعتنا. هبتدي اعمل الكميه بتاعتنا كلها. ممكن تحشيها مشروم، ممكن تحشيها زي ما قلت لك جزر، شرايح جزر، وما تسلقهوش. هو مع السوا اللحمه هيستوي بداخل قطع اللحمه، شرايح اللحمه يعني، مش محتاج ان انت تسلقيه قبلها او تديله نص سلقه، لا خالص. زي ما انت شايفه ببتدي ان انا اقفلها بخله الاسنان. ولو ما عندكيش في الوقت ده، انت بس لما بتيجي تحمريها زي ما هوريها لك دلوقتي، بتحطيها على على اللفه من تحت، على لفه الرول من نهايته من تحت، هتمسك وتبقى زي الفل. ما تعذبيش حالك يعني خالص. زي ما انت شايفه بنبتدي نخلص الكميه بتاعتها كلها. انا حبيت اوريها لك كلها قدامك. هم يعني شويه مش كتار برضو، الكميه على حسب العدد الافراد اللي عندك بتاعتك. انت عايزه، انت عارفه انت عندك بتعملي قد ايه، او استهلاكك قد ايه. زي ما انت شايفه كده، سريعه وحلوه. وان شاء الله هعملها لكم بالفراخ، بشرايح الفراخ برضو بتبقى جميله جدا واجمل كمان. زي ما انت شايفه بتاعتنا كده، هي دي قطع صغيره كانت اتقطعت صغيرين. هنبتدي نقص الفلفل على قدها، عشان ما يبقاش ايه، طالل منها كده من الجوانب. ببتدي الف الرولات بتاعتنا كلها، وبقفلها بالخله بتاعت الاسنان. وطبعا انت الكميه طبعا انت بتاخدي من خلال الاسنان جنبك في طبق كده جنبك، علشان طبعا الكميه بتاعتك اللي في العلبه كلها غصب عنك ايدك هتيجي عليها. طبعا انت في لحوم، عشان ما يبقاش فيه بكتيريا في الحاجه التانية، لازم ناخد بالنا من حاجه زي كده، فبنطلع على قدنا. والباقي برضو بشيله لحين ان انا اعمل حاجه تانية فيها لحوم، برضو بستخدمه، ما برجعوش للعلبه تاني. زي ما انت شايفه خلصنا الكميه بتاعتنا كلها. ننتقل بقى للمرحله اللي جايه بتاعتنا. حلوة قوي. زي ما انت شايفة الرولات بتاعتنا خلصت. خلاص بقى نروح على البوتاجاز نكمل شغل. جبت طاسة وحطيتها على النار، وحطيت فيها حوالي ربع كوباية زيت ومعلقتين سمنة. زي ما انت شايفة كده. هبتدي احط كمان السمنة بتاعتنا، ونبتدي نحط رولات اللحمة بتاعتنا الجميلة الخطيرة بتاعتنا، وانت هتجربيها وصدقيني هتعجبك جدا جدا، وهتعجب كل اللي هيدوقها. هبتدي ارص الرولات بتاعتنا واحمرها من الناحيتين. ما بتاخدش وقت خالص، عشان هي كمان اللحمه رقيقه معايا، فما بتاخدش وقت معايا خالص. من انواع الاكلات السريعه يعني. زي ما انت شايفه معايا كده. هقلبها على الناحيه التانية. زي ما انت شايفه بوريكي شكلها بتبقى عامله ازاي.
زي ما انت شايفة كده. عايزة بقى تضيفي لها اضافات برضو، عايزة تضيفي لها مشروم معاها، عايزة في النهاية خالص بتضيفي لها مكعبات بطاطس محمرة تبقى معاها، تبقى الاكلة كلها على بعضها تمام، مفيش مشكلة خالص. حسب ما انت حابة نوعي في الاكل بتاعك، وشوفي انت حابة ايه وتعمليه. شلت اللحمة من الطاسة، هحط بقى بصل شرايح، دول بصلة كبيرة شرايح، قطعتها شرايح. ببتدي اضيف شوية زيت كمان عشان كانت خست من الطاسة من عندي. ابتدي اشوح البصل معايا على النار، كله كده سريع سريع بيبقى حلو قوي. احط مكعب مرق. هبتدي اتبل بقى، دي كزبرة معلقة صغيرة، دي بهارات فراخ شغالة مع اللحمة عادي زي الفل خالص، بهارات هندي حطيتها ضفتها برضو، هي كده تنفع مع اللحمة والفراخ. حطيت حوالي مع ربع معلقة قرفة وحوالي نص معلقة اللي هي 7 بهارات، وتبلت بملح، بس طبعا ما نكترش الملح عشان فيه مرق الدجاج. وطبعا انا هحط معلقة خل، وحطيت معلقة صغيرة فلفل اسود. كنت انا قطعت طماطمايه صغيره مكعبات، انا بحب اضيفها معاها، حطيتها كمان معاه. ودي بقيه الفلفل الالوان بتاع الحشو بتاعنا ضفته زي ما انت شايفه. عايزه تضيفوا خضار معاها كمان بتبقى حلوه قوي، جميله ولذيذه وحلوه قوي. بزود شويه ميه بشويه ميه، وببتدي ارجع الرولات بتاعه اللحمه بتاعتي واسيبها بقى مع نفسها لحد ما تستوي خالص، تبقى بالشكل الجميل القمر ده زي ما انت شايفاها كده، لذيذة. انا كنت عاملة الكمية دي على قدنا احنا زي ما انت شايفة، وطلعت بالشكل الجميل ده. وبنقدمها مع رز ابيض، مع رز اصفر، زي ما انت حابة، ممكن مع مكرونة، تبقى حلوة قوي وبتبقى بالشكل الجميل ده، لذيذة جدا جدا ومغذية جدا. وبألف هنا عليكم يا رب، وسلام.